اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفيديو النهاردة إن شاء الله هنشوف فيه طريقة السمنة وطريقة تسييحها. وأنا بجيب السمنة منين عشان تكون مضمونة. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعموني باللايك. اللي قدامكم دولت 3 كيلو سمنة. أنا بصراحة بقالي 10 سنين ما بشتريش سمنة من عند فلاحة خالص. يعني ما بروحش لحد متخصص في السمنة البلدي وأقول له أنا عايزة سمنة بلدي. طيب انتي بتشتريها منين؟ انا بشتريها من عند اللبان. فعلا في لبان كويس جدا انا بتعامل معاه بقالنا سنين وسنين وسنين، بس بيدينا سمنة بسم الله ما شاء الله. والله احلى من السمنة اللي ممكن تجيبيها من عند الفلاح. طبعا اخدت القرار ده بعد ما جبت سمنة بلدي في مرة ولقيتها مغشوشة بالبطاطا. البطاطا المسكرة اللي احنا بناكلها بتاعت الشوي كانوا غشينها بالبطاطا. فطبعا جبت السمنه ديت وهبتدي بقى اسيحها واوريكم انا بسيحها ازاي. طبعا انتي لو تعرفي لبان كويس جدا اتعاملي معاه وخليه يحوش لك السمنه اللي بتطلع دايما. زي ما بيطلع قشطه هو بيطلع سمنه وبيطلع حاجات كتير جدا من اللبن. فانتي استغلي انك تاخدي منه السمنه وتكون مضمونه، او يكون اللبان ده مضمون. ده اضمن مكان ممكن تشتري منه او تجيبي منه سمنه بلدي. خلاص هي السمنه كده بدات تغلي زي ما انتم شايفين. اول ما تبتدي بقى تفور كده تقلبيها عشان خاطر ما تلزقش. بدات اهي زي ما بيقولوا عندنا بتفرق. يعني بدا الريم اللي من فوق اللي هو اللبن خلاص يطير منها، وبدات السمنه هي اللي تظهر اهي. في المرحله دي بقى شويه كده كمان هنبتدي نطفي عليها ونسيبها خالص لحد ما تبرد عشان نشيلها في البطرمان بتاعها. هي طريقه السمنه سهله وبسيطه جدا زي ما انتم شايفين اهي. خلاص طبعا السمنه دي جمسي مش بقري اللي هي السمنه البيضه، اما الصفرة دي بتبقى سمنه بقري. طبعا على حسب نوع السمنه اللي انتي بتحبيه او بتستطعميه في الاكل اكتر. هي البقري بتبقى يعني اجمل شويه من الجمسي، اسفه اجمل شويه من البقري. انا بحبها عن البقري كتير جدا. معلقه ملح بقى كده وهي خلاص بتستوي وتقلبيها فيها كده، بتعزز الطعم شويه وبتخليه جميل. لما تيجي بقى تطلعيها للرز او تعملي بيها طبيخ او اي حاجه بتبقى السمنه نفسها ليها طعم في قلب الاكل. خلاص كده انا هقفل عليها زي ما انتوا شايفين اهي. مفيش حاجه خالص، السمنه صفيت جدا من فوق. في المرحله دي بقى هنقفل عليها ونسيبها تبرد. خلاص كده تمام. زي ما انتوا شايفين اهي السمنه قدامكم ما شاء الله، سمنه زي الفل ومش مغشوشه ولا عليها بقى بطاطا ولا عليها ملح ولا عليها اي حاجه من اللي بيبان بقى. ده في كمان بيغشوها بالجبنه، يعني بيحطوا عليها جبنه بقى البطرمان بتاعنا اللي هنحط فيه السمنه. شوفي بقى الحاجه اللي انت عايزه تخزني فيها السمنه ايه، واغسليه كويس جدا ونشفيه وانزلي بقى بالسمنه بتاعتك. طبعا افضل سمنه تشتريها في الشتاء. الشتاء بتاخدي سمنه صافي ما بيبقاش فيها لبن كتير، وبتكون ما شاء الله يعني بتوزن معاكي بتبقى كويسة جدا. خلاص احنا ملينا البطرمان اهو، وهنطلع بقى منها احلى مرطة. هوريكم بقى شكل المرطة بتاعتها عاملة ازاي. خلاص كده هنقفل بقى البطرمان. ادي شكل المرطة اهو. طبعا ممكن تاكليها كده وتغمزيها بالعيش البلدي بتاعنا او بالفينو او باي حاجة انتي بتحبيها. بس انا النهاردة هحطها على المش اللي عندي، هتدي طعم المش جميل جدا. يعني لو عندك مش استغليها وحطيها على المش بتاعك. هبتدي بقى اهو. خلاص انا حطيت المرطة على المش وطلعت بطرمان السمنة زي ما انتوا شايفين اهي. زي ما قلتلك عشان تجيبي سمنة كويسة انا بقالي سنين وسنين ما بجيبش غير من عند لبان. اجمل سمنة باخدها سواء بقري او جمسي. طريقة سهلة وبسيطة جدا في تسييح السمنة، مش محتاجة عمال ولا اي حاجة. والمرطة زي ما قلت لكم لو عندك مش عندك جبنة قديمة تقدري تستغليها فيها، ما عندكيش غمزيها كده بالعيش بتبقى زي العسل.
ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى لو عجبكم ما تنسونيش في الشير واللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم.